يا مساء الجمال عليكم يا اجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو كده سريع وبعيد عن المطبخ، وفيديو سهل جدا. بس قبل ما اتكلم في اي حاجه ولا نبدا في اي حاجه، ما تنسوش بقى بنات اللايك والشير والسبسكرايب اللي اول مره يشوف قناتي تشجيعا ليا، وفعلوا زر الجرس يعني، واعملوا لايك بقى عشان الفيديو يعني اكبر عدد من المشاهدين يشوفوه. تمام. انا بقى النهارده الشبشب بتاعي مقطوع، والشبشب برضو بتاع ابني مقطوع. انا نزلت لكم فيديو قبليها قبل كده وحلت لكم مشكله الشبشب المقطوع منك بطريقه سهله جدا. خشوا شوفوه، طبعا هسيبه لكم في صندوق الوصف. وطبعا جايه لكم بقى النهارده نرجع الشباشب جديده من يعني اكنها جديده من اول وجديد، بطريقة سهلة وبسيطة، ومن حاجة بنرميها. كملوا الفيديو معايا لغاية الآخر وتابعوني، وهقول لكم بقى على فكرة روعة، فكرة رائعة. يلا بقى بينا نسمي الله. انا طبعا هبدأ بشبشب ابني. معايا بقى مفك ومعايا كيس. هتجيبي كيس يا بنات، كيس اللي هو بتاع كيس التلاجة، كيس الشفاف زي ما انتوا شايفين كده، او شنطة اللي هي بتبقى الصغيرة اللي هي برضو الشفافة. تمام. هنبدأ بقى بشبشبنا اللي هو اللبني دوت. هو مقطوع من الجنب، عكس الفيديو اللي انا نزلته قبل كده، كان الصبع هو اللي كان مقطوع بتاع الشبشب، اما دوت مقطوع من الجنب. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هو ده بقى بنات اللي انا كنت بتكلم يعني في الفيديو اللي فات كنت بقول لكم اللي فيه كبسولة. تمام. انا دلوقتي بقى هجيب المفك زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اللي انا بعمل بخرم الجنب بتاع الشبشب كده زي ما انتوا شايفين. تمام. عايزه بقى انت تسخني المفك او تسخني المسمار وتخرمي عادي، بس هو مش محتاج اي حاجه، هو رقيق اصلا، فانا اتخرم معايا بسهوله يعني. تمام. طبعا انتوا عارفين ان الشباشب غاليه بقى واسعارها فظيعه، فبلاش تهدري اي حاجه وبلاش ترمي اي حاجه. يعني انت ما ترمي الشبشب دوت. طب وليه؟ وتروحي تجيبي واحد غيره. طب ما دوت تلبسيه مثلا في المطبخ، تلبسيه وانت بتعملي في اي حاجه يعني. سهلة جدا، وتصليحه سهل جدا. طبعا انا جبت بقى الكيس بتاع التلاجة كده، ورحت لفيته كده، وبعد كده ابتديت اللي انا بدخله زي ما انتوا شايفين كده بالمفك، بيخش معايا بطريقة سهلة جدا. مفيش اسهل من كده يا بنات. بصي بتبتدي ان انت بتزق الكيس بالمفك وبتشدي بقى. تمام. بس دي مش شنطة من الشنط اللي هي البيضة اللي هي ايه الصغيرة دي. عارفين الشنط اللي هي بتبقى الصغيرة الشفافة دي البيضة، هي ديت. انا يعني قلت بقى لازم نعمل ده عشان تكون ماسكة يعني. تمام. انا دخلت معايا جاهزة زي ما انتوا شايفين. فكرة عبقرية يا بنات، عبقرية. ابتدي بقى اللي انا بدخلها كده بالمفك. تمام. وبصي انت عايزة بقى تعمليها من بره كده اعمليها، عايزة تدخليها بقى من نفس فتحة الشبشب بدخليها برضو. بس انا قلت بقى ايه يعني عشان يبقى شكلها احسن وشكلها لطيف اكتر، تدخليها من نفس الجنب ده وما تخليهاش من بره، على اساس كل الرابطه بتاعت الكيس تكون من تحت، ما يكونش باينه ومحدش يتوقع اللي انتي عاملاها بكيس خالص يعني. تمام. كده دخلت الجنب التاني من الكيس. فكره يا بنات خطيره خطيره. كملي الفيديو لغايه الاخر وهقول لكم هنعمل ايه كمان في شبشب ايه ابني. طبعا بتبتدي ان انت بتسحبي كده الكيس من الجنبين وتشدي كده. بصوا شايفين يا بنات بصوا شايفين جامد ازاي، جامد جدا والله. بجد فكرة جامدة، جربوها. انا نزلت لكم يعني سوا القطعة اللي هي الشبشب اللي هو من غير صباع، اللي هو من غير يعني اللي هو بصباع يعني، ونزلت لكم كمان اللي هو الشبشب اللي هو بالجنب. بصوا بقى يا بنات انا ربطتها اهي زي ما انتوا شايفين، ربطتها مرتين. عايزه بقى تقصي الزيادات دي قصيها، عايزه تسيبيها سيبيها، بس انا قلت بقى خلاص يعني اسيبها وما اقصهاش. وكده كده مع الاستعمال الكيس يعني يدبل يعني. بس زي ما انتوا شايفين كده انا كده خلصت الشبشب بتاعي. يلا بقى بينا نخش على الشبشب بتاع محمد. برضو هعمل نفس الفكرة دي. جبت كيس تلاجة بس قسمته يعني. بصوا الكيس التلاجة اهو،
زي ما انتوا شايفين كده رحت بقى اسمان. تمام. يعني الشغل بتاع في الشبشب دوت مختلف عن الشغل دوت. ده كان قطعة من الجنب، واستخدمت ايه قطع يعني حتة واحدة بس من الكيس. اما دوت عشان الشبشب زي ما انتوا شايفين كده عريض، هو اصلا ليه كبسولتين، فلازم ان انا برضو اعمله ايه برضو بكيسين. هوريلكم برضو هعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات برضو بالمفك، وبعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها في الشبشب التاني. عملت بقى فتحتين، يعني عملت خرمين كده فتحتين بالمفك. وهبتدي بقى اللي انا هعمل ايه برضو، همسك الكيس كده هفضل ابرمه كده لغايه ما اخليه كده يكون رفيع جامد. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بفضل الف الكيس كده لغايه ما ابرمه، وابتدي بقى اللي انا ايه ارفعه عشان يخش معايا في الفتحه اللي انا عملتها. تمام. ببتدي اللي انا بساعد بقى بدخل كده بالمفك. زي ما انا قلت لكم لو حابين ان انتوا تعملوا فتحه دي وتسخنوا المفك سخنوه، مفيش اسهل من كده. بص ابتدى يخش معايا ازاي. يعني يبقى احنا كده استخدمنا كيس اي كيس عندك والمفك. كده في حاجه كده مكلفه عليكم؟ لا طبعا مفيش اي حاجه مكلفه عليكم لغايه دلوقتي يعني. كده دخلت الجنب. كده بقى ابتدي اللي انا بقى ايه دخلت الجنب، يعني دخلت الجنبين من الكيس. تمام. يلا بقى بينا ادخل برضو الفتحه اللي انا عملتها التانية، لان زي ما انا قلت لكم الشبشب دوت عريض وليه كمان ايه ليه كبسولتين، فطبعا لازم برضو اعمله ايه اعمل له يعني فتحتين. تمام. ببتدي طبعا ان انا ايه ابرم اول حاجه من الكيس اللي انا عملته، اول جنب يعني من الفتحه اللي انا عملتها، وبحاول كده بساعد كده بالمفك. عايزه بقى انت بسكينه تمام برضو، بس انا قلت بقى كده كده المفك في ايده وجنبي يعني. ابتدي ان انا بزق كده الكيس بالمفك زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. مفيش اسهل من كده بجد يعني. بصوا فكرة بجد جامدة جدا، حاولوا تجربوها. انا كده يعتبر جبت لكم كذا طريقة للشباشب اللي هي المقطوعة يعني. حاولت بقدر الامكان اعمل لكم كذا فيديو على اساس ايه يعني الفكرة دي غير الفكرة اللي انا نزلتها قبل كده. تمام. انا بقى كده دخل معايا اهو، وابتدي بقى طبعا ان انا بدخل ايه الجنب اللي هو ايه التاني. اللي محطش اللايك يحط اللايك يا بنات عشان تشجعوني، عشان انزل لكم كل افكار جديدة وحلوة وتعجبكم يا رب. تمام. ببتدي بقى اللي انا بسحب كده. بصوا جامد جامد ازاي. بصي مهما عملتي عمره ما هيتقطع. بصي ببتدي اللي انا بشد كده، وكمان محدش هيتوقع اللي هو ايه معمول بكيس خالص. ببتدي بقى اللي انا بربط كده زي ما انتوا شايفين. فكرة بجد خطيرة خطيرة. انا كده ربطت زي ما انتوا شايفين، وبربط برضو الناحية التانية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بنفس الناحية ديت. ببتدي بقى طبعا ايه انتي عايزة تسيبيها كده سيبيها، بس الشكل يعني الشكل العام ما ينفعش طبعا. ببتدي ان انتي تقصريها كده بالمقص. طبعا دي بتبقى ايه في يعني في ظهر الشبشب مش هيكون ايه مش هتكون باينه كده كده. بتدوسي عليها من تحت مش هيكون باينه الايه الكيس من تحت. بصوا بقى دوت مفيهوش اي حاجه، هو مش مقطوع ولا اي حاجه الشبشب دوت. تمام. انا كده بقى رجعت الشبشب جديد، وفي نفس الوقت كده ما رميتهمش يعني، واستخدمتهم وصلحت يعني، وعملت اللي انا ايه رجعتهم اللي هو اكني اشتريتهم يعني. عملتهم من حاجه بنرميها في الايه في الزباله. تمام. يلا بقى يا بنات شجعوني عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. وده كان منظر بقى الشباشب بعد ما عملتها باكياس بنرميها. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شجعوني متنسوش بقى يا بنات اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.